مرحبا فيكم بدرامات وخناقات المشاهير بارت 2 لسنة 2025. أول دراما معنا اليوم نارين بيوتي ومنتج الكوري. كنا شفنا المنتج اللي انعمل له ترويج غير طبيعي ودعايات خلت الناس تصدق إنه متصنع بكل حب في كوريا وما له أي علاقة ببراندات تانية أو تقليد. بس أبو الغيث كان واحد من الناس اللي ما اقتنعوا بهالحكي وطلع بفيديو وقال إنه جايب الزعتر من لبنان وعنده أدلة تثبت كلامه. جبت لكم زعتر من لبنان. جبت لكم زعتر من لبنان من قلب الروشة. مش هون اشتعلت القصة. نارين طلعت في فيديو ردت وقالت انه يلي بده مشاهدات على حسابها هي بتعطيه، واضافت انه الكل بيعرف انه ممنوع ينكتب مصنوع في كوريا اذا المنتج مو كوري. تاني دراما العلاقات المستحيلة بين عبود الشامي وأمورة. القصة بلشت لما الفنان الشامي كان يطلع ببسوس ويسرب أغاني لقمر، وكان واضح كتير في نظرات تبادل وإعجاب لدرجة إنه المتابعين بلشوا يعملوا لهم تصاميم وفيديوهات. بس فجأة بتدخل لانا وبتاخد مكان قمر، وهون بلشت الحيرة. هل الشامي ولانا مرتبطين؟ لحد الآن ما في تأكيد، وخصوصي بعد ما خالي أم لانا طلعت وحكت بشكل واضح إنه ما في أي علاقة بيناتهم. ومع هيك التلميحات بعدها مستمرة ودخولنا النوش على الخط خلى القصة عقد وأطول من مسلسل رمضاني. هو اكبر مني اكيد رح يكون اعقل. مين هو؟ اكيد. ثالث دراما الأقوى والأشرس، دراما الثلاثة بواحد والمراوح. شوية مراوح. القصة بلشت لما قرروا يتحالفوا بيسان إسماعيل وفؤاد جنيد وأمجد جمعة ضد الشامي وحماداته. ورغم إنه هدول الثلاثة من أول فنانين، إلا إنه الشامي وحماداته كانوا أشرس بشكل غير متوقع. الشامي طلع فيديو شبه القصة في ثلاثة بواحد، وبنفس الوقت أم البيس رجعت وطلعت في فيديو ونصحت الناس اللي بلبنان يشربوا آيس كوفي لأنه بيبرد القلوب. وهون الحمادات جنوا وصار في انقلاب كامل على بيسان، والمتابعين دخلوا المعركة. هي كانت أول دراما وخناقات المشاهير سنة 2025. ويلي مو عامل اشتراك يشترك، ويلي مو عامل لايك يعمل، واشتركوا يا جماعة لحتى نوصل قبل رمضان لل 10,000 مشترك.